السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل بيت في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع عبقري كرة. وحشتوني جدا. أسبانيا بطل لكأس العالم. لامين يامال يحقق إنجاز للتاريخ ويكسب ميسي وأعوانه والأرجنتين وإسكالوني في كأس العالم في 2026. 2026 كانت من نصيب أسبانيا كأس العالم، واليمين يامال يقترب من حظ الكرة الذهبية. لامين يامال لويس ديلافينتي عمل الصح مع اسكالوني ومنتخب الارجنتين وحط عليه وكسبوا طبعا 1-0 في هدف فران توريس في الدقيقه 110. قتلهم في الربع الثاني الاضافي. الحكم السلوفيني سلافاكو فينينيتش عمل مباراه للتاريخ امبارح، برضه ما غلطش ولا غلطه، والطرد بتاع فاب لوبيس بتاع الارجنتين. فرنانديز لعب مباراه برضو كويسه، لعب الارجنتين قبل ما يطرد. اسبانيا حصلت على كاس العالم طبعا بعد 2010، يعني تاني كاس عالم لاسبانيا ده، والارجنتين كانت واخداه 3 مرات. كانت هل تحصل على الرابعه تساوي مع ايطاليا ولا لا؟ ما حصلتش وما حصلش نصيب، واسبانيا حصلت على كاس العالم باداء ممتاز جيد جدا، ما دخلش فيها غير جون واحد في البطوله كلها. واسبانيا حصلت على كاس العالم بعد اداء للتاريخ، اداء ممتاز، اداء مشرف. كاس العالم كان ممتع جدا. امريكا، كندا، المكسيك، كان كاس عالم كويس يعني في المنتخبات. في البرتغال وكريستيانو رونالدو واعوانه طلعوا من الدور ال 16، طلع كرواتيا في دور 32 وطلعوا في دور ال 16. كان اصعب ماتش في دور ال 32. طبعا احنا اتكلمنا على كريستيانو رونالدو وميسي، عشان تكتبوا لنا رايكم في التعليقات من افضل لاعب في التاريخ، ميسي او كريستيانو او لامين يامال الصاعد الواعد. والاهلي والغاء معسكر اسبانيا. الاهلي لا يوجد اي كلام في الغاء معسكر اسبانيا. معسكر اسبانيا الاهلي يروح اسبانيا ان شاء الله يوم 2/8 ومنتظم في التدريبات الجماعيه هناك استعدادا للمعسكر اللي ينطلق يوم 6/8. مباراتين وديتين بجيرونا واسبانيول. الاهلي لغى مباراتين جيرونا واسبانيول وبدلهم بمباراتين مع فريقين من احد القسم الثاني الاسباني، مباراتين من احد القسم الثاني الاسباني. طبعا الاهلي برشلونه قررت وجه دعوه للاهلي لمقابلتها في كاس اخوان غمبر، والاهلي وافق على الكلام ده وهيلاعب برشلونه في كاس اخوان غمبر بعون الله يوم 19/8 ويرجع للدوري الجديد. الدوري الجديد هيبتدي يوم 20 او 21 بالتحديد. الرابطه حدد الدوري الجديد 20 او 21/8 لابتداء الموسم الجديد، موسم ضرب نار الاهلي. فقد ضرب نار قطاع عبد الله على محمود منصف قرار، وكمان سفيان بن جديده لاعب المغرب الفاسي. الاهلي اعلن عنده بالمناسبه ب 3 مليون دولار المهاجم المرعب اهلاوي. طبعا احنا قلنا المهاجم المرعب اهلاوي سفيان بن جديده اهلاوي، طبعا بعد ما وقع العقد لمده 3 سنوات ونص ب 2.5 او ب 2.700 الف دولار من المغرب الفاسي. المغربي كان هداف الدوري المغربي وكان لاعب في الدوري المغربي هناك مع فريقه المغرب الفاسي وحصل على الهداف. خبر صار لجماهير الاهلي، خبر صار او مفاجاه صار بالعموم لجماهير الاهلي. جماهير الاهلي ودور الابطال. دور الابطال واحد جمهور الاهلي. دور الابطال ادى له 2 سنين غايب عن الاهلي. اسف. خبر صار لجماهير الاهلي. الكاف يقترب من اعلان مقاعد دوري ابطال افريقيا وزياده عدد دوري ابطال افريقيا. الكاف يقترب من زياده عدد دوري ابطال افريقيا ل 12 دوله وهم المصنفين افريقيا. الكاف يقترب من عدد دوري ابطال من زياده عدد الانديه المشاركه في دوري ابطال افريقيا، والاهلي يقترب من المشاركه في دوري ابطال افريقيا بدل من الكونفدراليه. الاهلي مع صفقات تقدر تاخد افريقيا. طبعا الاهلي مع صفقات تقدر تاخذ افريقيا، والكاف خلاص بيقرر ان دوري ابطال افريقيا يزيد. الكاف ياخذ خطوه نحو زياده دوري ابطال افريقيا سنويا، يعني مش السنه دي بس، سنويا، يعني كل سنه هيزيد دوري ابطال افريقيا 3 دوري ابطال افريقيا 2 كونفدراليه. رفض مشاركه اي فريق ثالث في الكونفدراليه، رفض زياده عدد مقاعد الكونفدراليه وزود دوري الابطال افريقيا. تجديد طاهر محمد طاهر جدد ل 2029. طاهر محمد طاهر جدد ل 2029 والاهلي جدد له. طبعا طاهر محمد طاهر نجم كبير.
نجم الاهلي مش للبيع، امام عاشور مش للبيع، الاهلي رافض يبيع امام عاشور باقل من 8 مليون دولار. اتحاد جده بعت عرض احتراف لامام عاشور بقيمه 4.5 مليون دولار او حاجه زي كده، والاهلي رفض الفكره تماما، والاهلي يوافق على رحيل امام عاشور ب 8 مليون دولار، والاهلي هيوافق. وامام عاشور طبعا مش بيتمرد، امام عاشور هيتدرب في تدريبات الاهلي الجماعيه، امام عاشور هينتظم في تدريبات الاهلي الجماعيه ولا يوجد اي قرار برحيله. مروان عطيه وعرض الاحتراف، عرض الاحتراف لنجم الاهلي، نجم الاهلي مروان عطيه مسمار خط الوسط، اللاعب السوبر طبعا مش هيمشي عن الاهلي غير باذن الاهلي، وامام عاشور مستمر مع الاهلي. الزمالك وقرار بشان النجم، الزمالك وقرار بشان النجم، الزمالك وقرار بشان احمد فتوح، احمد فتوح رافض تماما الرحيل عن الزمالك، احمد فتوح رافض تماما الرحيل عن الزمالك، والزمالك متمسك باحمد فتوح، الزمالك مش هيبيع احمد فتوح غير ب 2.5 مليون دولار باراده الزمالك، اللاعب احمد فتوح مش بيتمرد، اللاعب احمد فتوح عنده ازمه العربيه طبعا كلنا عارفينها، والزمالك مش هيمشي احمد فتوح ومش هيتخلى عن احمد فتوح ولو لحظات. مفاجاه صار لجماهير الزمالك، جمهور الزمالك طبعا في ازمه دلوقتي بسبب الرخصه الافريقيه والقضايا، القضايا اتقلصوا الى 6 قضايا من 19 قضيه، مجلس الزمالك ماشي بنحو الخطى الصحيحه، والزمالك قريب من الحصول على الرخصه الافريقيه، خلال ايام هيعلن الزمالك انه حصل على الرخصه الافريقيه من جبل الكاف. المدرب المخضرم وتدريب الزمالك، الساعات الحازمه في الزمالك مع المدرب المخضرم الالماني جوزيف زانجباور، مدرب شباب القسطنطينيه الجزائريه اولا، شبيبه القبائل ثانيا، ثم رحل عن شبيبه القبائل، ولا يوجد اي نادي حاليا يفاوضه الا نادي الزمالك، والمدرب حر يعني من غير اي نادي، والمدرب يقترب من تدريب الزمالك، يعني خلال ايام الزمالك هيعلن عن المدرب الالماني جوزيف زانجباور مدرب للزمالك الجديد. الزمالك مسافه ما يرسل المستحقات لدى المدرب هيوصل القاهره ويخوض اول تدريبه له مع الزمالك بموسم ناري ان شاء الله للاهلي والزمالك، والدوري يبقى ممتع. طب وبالمناسبه مع المدرب البلغاري، ايفالو بتيف مدرب اسقاطية السعودي، مدرب البوسنه والهرسك، مدرب بلغاريا، مدرب لودو جورتس اللي راح حسام عبد المجيد مؤخرا دي، لا يوجد اي مفاوضات معاه او يوجد مفاوضات شفهيه، والزمالك رافضين الفكره، لان الزمالك انهى كل الاتفاق مع جوزيف زانجباور. الاهلي مع 4 صفقات لحد الان اعلن عنهم، اقطاع عبد الله وعلي محمود ومنصف بكرار وسفيان بن جديده. سفيان بن جديده النجم المهاجم المرعب طبعا، كسر الدنيا في الدوري المصري، كسر الدنيا في الدوري المغربي، كان اي هجمه بيجيبها مهاجم من صندوق، مهاجم مرعب، مهاجم هداف، كل المهاجم الهداف اهلاوي طبعا.